يا صديقي، هو انت لو حطيت لسانك في بقك هيبقى الموضوع صعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال امسك عليك لسانك، اسكت. انت حاليا في مرحله التعلم، يعني انت لا مجالك ولا سوقك ولا انت دي شغلانتك، خلاص. حط لسانك في بقك، بسيطه، بمنتهى الادب والشياكه والجمال والدلال وكل حاجه. يعني لازم كله يدلي بدلو في موضوع بلبن وكرم الشام ووهمي وبهيج لا، لازم يدلي بدلو، لازم يتهم، لازم يطلق الاتهامات. على فكره انت الكومنت اللي انت بتكتبه دوت تفتكر بقى ان هو من وراء حجاب، يعني استغفر الله استغفر الله، ان ربنا سبحانه وتعالى مش مطلع عليه؟ هتتحاسب عليه، والله لا تتحاسب عليه. فانت هتقول غسيل اموال، الله اعلم، محدش عارف انت يعني جبت منين، يعني دي جبتها منين؟ اتنين، دارس انت بيزنس ولا اسمك ولا اي فقه اي شيء؟ عارف مش عيب تكون مهندس او تكون دكتور، بس انت مش دي نقطتك. مش فاهم يعني ايه توسع سريع، فتقول لك ايه؟ اه ده اكيد لقى حته اثار، اكيد اكيد غسيل اموال. الدولارات عامله كام عندكم يا اسطى؟ ايه في ايه؟ ما تقعد ساكت، ما تقعد ساكت. بقول لك ايه، طب لو انت عايز تتكلم، طب ما الاول تتعلم، يعني اتعلم بعد كده اتكلم. سهله اهي، والله العظيم سهله. يعني حضرتك هتسمع دكتور ايهاب مسلم، شوف شو يعني، شوف بس بوستات، شوف بوستات لتامر الشاعر، محمد حسام خضرلي، ناس كتير قوي، في ماجد مسلم، عندك مين تاني كتب في ابو سمره. شوف بزنس انتربرنورز بيتكلموا في الموضوع او قالوا رايهم في الموضوع. دي ناس انت تقعد ورقه وقلم وتكتب وراهم. اقعد اتعلم، مش لازم تدلي رايك. ولو هتدلي رايك يبقى هم مثلا عايزين ياخدوا فيدباك المجتمع، او ياخدوا يعني تاثير البراند على المجتمع، فيقول لك اكتب في الكومنتس تحت وانت كاتب، وبعد كده هو بيعمل ماركت ريسيرش، وبعد كده هيطلع بوجهه نظره. لكن انت بقى تدلي بدلوك وتتهم غلط ويعني عملوا حاجات بنت 60 في 70، ده شيء لا ينكر واحد، خلاص. لكن ما تشيلش شيله مش بتاعتك يا حاج، ما تشيلش شيله. احنا مليانين نيله، مليان. انا بكلمك اول حاجه يعني مليان هباب واطران، هتحاسب عليه يوم القيامه. طب انت بقى اشيل فوق بلاويه، ده حاجه تانية. ليه لازم ادلي بدلوي في كل حاجه؟ مش ممكن احط لساني في بقي واسكت خلاص. يعني انت والله العظيم الكومنت بتاعك ولا تعليقك ده لا يسمن ولا يغني من جوع، مش هيقدم ولا هيأخر في حاجه. يعني مش وجهه نظر سعادتك دي اللي هتخلي بلبن بكره يفتح ولا بكره يقفل، مش هي خالص. فرجاء رجاء رجاء امسك عليك لسانك، ومتذكر دايما ان الكومنت اللي انت بتكتبه ده مش فكره ان انت ما قلتوش بلسانك فمش خلاص، ما انا فاكس مش هتحاسب عليه، استغفر الله العظيم يا رب، لا. واياك تنسى الاتنين دول، امسك عليك لسانك، التاني وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. انا مش شيخ، وبقدم لك نصيحة دنيوية واخروية، عايز تاخد بيها قشطة، مش عايز تاخد بيها ولا اعمل سكيب للفيديو ولا كأنك سمعت التلات دقايق دول. وخش هتلاقي البوست اللي بعدها على طول في حاجة على بلبن، خش ادلي برأيك وادلي بدلوك، وهتلاقي بعد كده خبر على فنان مش عارف طلق ولا ايه، خش اتهم زوجته بحاجات قلة الادب، وبعد كده هتلاقي خبر مروان سري ساب ده جنهام، فخش قول ان هو واد فاشل وابو، خش زيط، بس استحمل الشيلة فوق بس.